صباحكم زي العسل والله. عاملين ايه يا حبايبي؟ الجمعه مباركه علينا وعليكم يا رب. بصوا بقى، انا اخويا كلمني وقال ان هو جاي في الطريق وكده. انا ما اعرفش اصلا ان هو جاي، ده هو جاي فجاه. فالحمد لله انا كان عندي كرنب اصلا في الثلاجه. طبعا دول كرنبتين انا سلقتهم وهم حطيتهم في المصفى يتصفوا. ماشي. وده الزفر بتاعي، هي ده بطايه اهي وفرخه. الفراخ دي فراخ ساسو، اللي يعرف الفراخ الساسو اهي. ماشي. ومعايا برده هنا نص كمان اهو. هحشيهم طبعا بصل. هنا البصل انا عاملاه في الكبه، وحطيت فلفل اسود وحطيت كمون. اهم حاجه الحاجات دي تقلبي بايدك، قلبي بايدك اهو، عشان نحشي بيها الزفر بتاعنا. بص بقى يا قلبي، هتجيبي الفرخه بتاعتك او البطايه بتاعتك وتحشيها بصل من هنا كده من عند الوراك. انا عايزه اقول لكم كده بتدي نفس للاكل بتاعك، ما تكسليش اهو. وتروحي جايه مكتفاها. والبطايه برضو هتعملها بنفس الطريقه، برضو هتحشيها كده عمر من وراكها، وتدخلي البصل جوه قوي اهو. انا الزفر ده طبعا كان منقوع في ليمون وكده، يعني انا مطلعاه من الفجر اساسا فاكك وكل حاجه ونقعاه الحمد لله. يعني ايه، على البوتاجاز على طول اهو. يعني مش عايزه تتكتف ليه، الحمد لله. هاتي بقى حلتك وتعالي ورايا. بوتاجازي مولع اهي، الحله اهيت، انا ما حطيتش ميه تسخن ولا حاجه. بقى يا قلب اختك، الحله سخنت، انا حطيتها على البوتاجاز وسخنت خالص. ماشي سامعه اهو. ما بحطش ميه اسلق فيها الطيور، انا بشوحها. شايفه وسامعه الصوت اهو. وادي البصل اهو، انزلي برده بيه يا قلب اختك. عندي هنا 4 حبايات طماطم مفرومين مضروبين يعني في الخلاطه اهوت زي ما انت شايفه. مش عصراهم كده بايدي واحطهم في الشوربه، لا انا هشوحهم. اهم حاجه عايزه تشربي شوربه حلوه، شوحي الطيور بتاعتك في قلب الحله. ثانيا المعلومه حلوه يعني او معلومه صغيره، اللحمه الحمراء اللي بتيجي من عند الجزار برده عشان ما تريمش منك في قلب الحله، شوحيها بنفس الطريقه، بس سيبيها تتشوح. يعني سيبيها تنزل الميه بتاعتها كده، ووطي عليها البوتاجاز، مش هتريم معاكي. وخصوصا اغلي لها الميه بتاعتها برده مش هتريم معاكي. وجربي الطريقه دي وابقى عرفيني. الطماطم دي انا هصفيها واحطها على الطيور بتاعتي. طبعا الطماطم هنا صفيتها بالمصفى يا ولاد، انا مصفيها بالمصفى اهي. وهسيب الطيور بتاعتي دي تتشوح وتاخد ريحتها خالص. ما تروحيش تسلقي الميه وتدلقي فيها الزفر بتاعك ويبقى الشوربه بتاعتك صيصه كده وشكلها استغفر الله العظيم. اعملي الطريقه دي هتعجبك قوي، وجوزك هيحب الشوربه بتاعتك وعيالك برضو. جربيها مش هتخسري حاجه. ما تبقيش تنسي تحطي ورق لورا وشويه حبهان. انا حاطه في ايدي، انا غسلاه يعني وراح احطه في اللي بتاعي. احنا اللي هناكل يا ولاد، والله العظيم مش انتوا اللي هتاكلوا، انا اللي هاكل. اختك انت وهي المحشي بتاعي استوى الحمد لله اهو شكله ما شاء الله. نغطي عليه بقى عشان يفضل سخن. وهنا بقى عملت لهم شويه سلطه اهي برضو. وعملت طبعا شوربه لسان عصفور محمر اهو. انا بحمر يا ولاد خلاص. شايفين بقى الشوربه بتاعتي شكلها عامل ازاي؟ بصوا اهي. قولوا لي اعمل ايه. طبعا عشان في ناس شغاله اصلا فوق فطلعت لهم قبل احنا ما ناكل. وادي محشيه استوى يا ولاد، المحشي استوى. في اغنيه للمحشي بس انا مش عارفه. الرخامه بتاعتي الحمد لله نظيفه. المحشي ايه سخن. لا والجو النهارده ايه ما اقولكوش. والله. ونغرف السلطه برضه. ما تنسيش تحطي لايك لاختك، ما تبخليش على اختك كده بلايك ولا بكومنت حلوه يا قمر. عفوا على الدوشه يا ولاد، عفوا. وهنا حمرت الزفر بتاعي اهو برضو، طلعت للناس اللي شغاله فوق. واحنا بقى هنتغدى. ما تنسونيش في اللايكات ولا تنسوني في التعليقات بتاعتكم، واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد.